الاولاد بيحبوه قوي، وكل لما انزل اشتريه الاقي بقى سعره ضعف سعره الاولاني. طب وليه بقى؟ انا هعمله في البيت بربع التكلفه بس، وكمان هنعمله من غير بيض. ازاي؟ هقول لكم على الطريقه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض المايونيز في البيت بطريقه ناجحه جدا زي ما انتم شايفينه كده اهوت في المعلقه بتاعتي. هنعمله بطريقه سهله جدا وكمان من غير بيض. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدا على طول. هنجيب كده شفشق الخلاط بتاعنا وهننزل فيه بكوبايه من الزيت، وكمان ربع كوبايه، الكوبايه اللي هي 200 مللي. تقدري تستخدمي الكوبايه المعياريه او تقدري تستخدمي المج، بس تبقي انت عارفه الحجم بتاعه قد ايه. بعد ما نحط كوبايه كده وربع، لازم طبعا احنا نستخدم زيت تكون جودته عاليه جدا ويكون لونه فاتح ويكون متخصص ل الأطعمة، ما يكونش للقلي يعني. وبعدين بعد كده هبدأ انزل عليه كمان بكوباية من اللبن المثلج. يعني اللبن ده هنحط كوباية كده في الفريزر، لما تبقى ساقعة جدا هنبدأ ننزل على طول في شفش الخليط بتاعتنا وهي ساقعة، علشان خاطر يدينا نتيجة كويسة. على طول بقى هنرفعه على الخلاط ونبدأ بقى نضربه كده ضرب متقطع. ما بين كل دقيقة ودقيقة نوقف في حوالي نص دقيقة كده، وهنضربه لمدة من 4 إلى 5 دقايق لحد ما يوصل ويبقى معانا بالشكل ده. بعد كده بقى هنحط عليه معلقتين 2 من الخل الفاتح، الخل الأبيض، وهننزل عليه كمان بربع معلقة من الملح ونص معلقة من السكر، وهننزل كمان بمعلقة من المستردة. المستردة ديت اللي هتدينا الطعم بتاع المايونيز بالظبط. المكونات بتاعتنا: ربع معلقة من الملح، معلقة صغيرة بتاعة الشاي، وعليها نص معلقة من السكر، ومعلقتين 2 كبار من الخل، ومعلقة من المايونيز. هنضربه كده في الخلاط لمدة 4 أو 5 دقايق ضرب متقطع، وبعدين هيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى سايل شوية كده وتحسي ان فيه زي فقاقيع كده. اول ما تسيبيه بقى يهدى كده من الضرب ده، وتعبيه مثلا في برطمان او تركنيه في البولة كده، هيبدأ يديكي النتيجة اللي انت شايفاها دي. هيبقى المايونيز بالشكل ده. طبعا ما كلفش ربع تمنه، لان طبعا احنا ما استخدمناش في بيض. وكمان ادانا كمية محترمة جدا، اداني برطمانين 2 اللي هو بتوع المربى الحجم الوسط ده، واداني كمان بولة. فطبعا لو احنا بنشتريهم من بره هنشتريهم بأضعاف أضعاف ما احنا كلفنا عليهم في البيت. طريقته سهلة وبسيطة جدا والنتيجة ممتازة بإذن الله. أتمنى تجربوا الطريقة بإذن الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.